ابن عمر كان لما يلاقي جنازه يصلي عليها ويمشي، ماشي، يعني ما يتبعش الجنازه الى ان يفرغ منها، ما كانش يمشي وراها. وبعدين سمع حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازه كتب له قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها كتب له قيراطان. فقال ابن عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون، كم ضيعنا من قراريط. طيب اللي زي بقى كده الغافل يعمل ايه؟ يعني يصالح، انا مش عارف اقول اسميها ايه، بس يعني اقول يصالح ربنا زي يصالح وقته. بص يعني خلينا الحقيقة أنا شايف من توفيق الله عز وجل للإمام الهروي. الإمام الهروي ليه كتاب اسمه منازل السائرين، ماشي، وكتابه اسم كتابه مش مشهور، يعني الاسم الأشهر اللي موجود الناس يقول لك مدارج السالكين ابن القيم، هو بيشرح منازل السائرين بتاع الإمام الهروي. الإمام الهروي كان الحقيقة في توفيق عجيب جدا في إنه اختار أول منزلة. الأول يعني إيه منازل السائرين؟ إحنا كلنا سائرين إلى الله عز وجل في هذه الدنيا. ففي منازل وإحنا ماشيين في السير، بيبقى في إيه زي محطات في طريقنا، منازل. فجي الإمام الهروي اتكلم عن المنازل دي وانت ماشي في طريقك لربنا سبحانه وتعالى. العجيب الإمام الهروي بدأ المنازل بمنزلة اليقظة، اللي هو عكس الغفلة. أول منزلة اتكلم عنها يعني في الكتاب، أول منزلة اليقظة. ليه؟ خليني أسألك سؤال، يلا بقى كتير ما سألتكش. ماشي. دلوقتي لو انت نايم فعلا، مش ممدد، لا نايم وعندك مشوار، فعاوز تروح المشوار، أول حاجة بتعملها ايه؟ هو منه بتقوم، صح كده؟ فما فيش معنى ان اقول لك سر الى الله وانت نايم. انا لازم اقول لك ايه؟ يبقى الخطاب الموجه لك اولا ايه؟ استيقظ، اصحى. فلذلك الامام الهروي بدا كتابه بمنزله اليقظه. اصحى لي بقى كده علشان ايه؟ احنا عندنا طريق هنمشيه، في سير الى الله، فقوم معايا وايه فده يعني ممكن يبقى يعني ده يبقى انطلاقه ان احنا نشوف ازاي نستيقظ، يعني نشوف كلام الهروي اتكلم في ايه، عشان عاوزين نصحى بقى، يعني عاوزين نصحى من غفلتنا. فالإمام الهروي لما اتكلم عن باب اليقظه، طبعا هو يعني اتكلم كلام كتير، انا مش عاوز اقف عليه كله، ماشي. هو قال اليقظه 3 أشياء. خليني معلش انط للثالثه، لان الاثنين الاولين دول الحقيقه محتاجين يعني بودكاست لوحده، يعني حلقتين 3 يعني، ماشي. طب ايه هم سريعا يعني عن عناوين؟ يعني نقولهم ممكن عناوين بس، لان هم فعلا الكلام فيهم المفروض يبقى كتير يعني. قال اليقظه 3 أشياء. الاول لحظ القلب الى النعمه، وقعد يتكلم شويه فيها. والثاني مطالعه الجنايه، وقعد يتكلم شويه فيها. والثالث الانتباه لمعرفه الزياده والنقصان في الايام. لا معلش انا تشوقت ان انا اعرفهم بس باختصار يعني. طيب هو باختصار هو دلوقتي ايه؟ هو بيقول الاول لحظ القلب الى النعمه، والثاني مطالعه الجنايه. الكلمتين دول اللي جمعهم ابن القيم في كلام ليه يمكن اشهر عند الناس، ويعني اثبت في الاذهان، لما قال ايه؟ مطالعه المنه ومشاهده المنه ومطالعه عيب النفس والعمل. اللي هو ايه برضه؟ اللي هو انك تشوف النعمه تقول ايه ده طبعا كلنا شايفين، لا احنا للاسف احنا مش بنشوف النعمه. انك تشوف النعمه وانك تشوفها من ربنا، دول معنيين غير بعض. فتقول لا انا بشوف النعمه واشوفها من ربنا. اقول لك طب تعالى، هل عمرك، انا هدي مثالين بسرعه، ماشي، مثال دنيوي ومثال شرعي ديني علشان نتجاوزها، لان انا ما كنتش عاوز اتكلم فيهم صراحه، يعني مش جاي اتكلم فيهم النهارده خالص ولا محضر لهم، بس يعني الكلام بقى هيجيب بعضه. هل عمرك استاذ هلال او امجد قعدت في جلسه علشان تشكر ربنا على نعمه، فشكرت ربنا مثلا على نعمه الهواء، نعمه التنفس؟ اظن بنسبه 99% من البشر مش هتلاقي عمل ده، صح. فاحنا في نعم مش شايفينها، مش شايفينها اصلا مع انها نعم. ليه بقى مش شايفينها؟ دي قصه تانية. يعني ممكن نكون مش شايفينها لاننا بنظن ان احنا غير مختصين بها، يعني شايفين كلنا بنتنفس، مع انك ده غلط، المعنى ده غلط. انت مختص، يعني عارف يعني ايه مختص؟ انت من شويه شربت ميه صح؟
مم. بق الميه اللي انت شربته ده بتاعك. عارف بتاعك من امتى؟ من اول ما ربنا خلق البق ده هو بتاعك. هو بتاع هلال وهيشربه يوم الاربع وهو قاعد بيدي البودكاست مع امجد. هو بتاعك، انت مختص بيه. سبحان الله. النفس اللي انت خدته دلوقتي تقول سبحان الله هو بتاعك، انت مختص بيه. يعني هو المعنى ده ما بيجيش في دماغنا. النفس انا خدته دلوقتي لا انت كنت هتاخده ولا لو 100 واحد قاعدين معانا في الاوضه كان هياخده، لانه بتاعي، خلق يوم خلق لي. فاحنا مش شايفين ده، مش شايفينه. فلا احنا في نعم مش شايفينها. فاحنا محتاجين نقعد شويه بقى نفهم نعم. ده مثال واحد. انا مش عاوز ادخل في الحته دي عشان هي كبيره يعني جدا. انا كنت حابب ان انا افهم المعنى بس. لو حضرتك عايز تعدي يعني عليه. معلش عاوز ادي مثال تاني بقى شرح جميل. مهم جدا. لان كلمه كلنا بنقولها بس برضو مش فاهمينها او مش حاسينها. لما يقول لك الحمد لله على نعمه الاسلام، كلنا بنقولها. وما اظنش هتجيب مسلم تقول له انت عمرك يعني استشعرت نعمه الاسلام الا وهيقول لك طبعا. ده صدقا يعني انا عارف اكيد. بس تعالى بقى شوف المفاجاه. يعني انت استشعرت شكرتش عليها؟ ما شكرتش ربنا عليها؟ لا خالص. احنا ما اتكلمناش في شكر ولا درس شكر النهارده ولا بودكاست شكر. احنا بنتكلم هو انت شفتها نعمه فعلا، يعني حطيتها في قدرها. اديك مثال او مش مثال، هو المثال بتاع الاسلام ده بس تعالى نفهمه بقى، نفهمه كنعمه. العالم دلوقتي كم مليار؟ 8 مليار. العالم دلوقتي 8 مليار. كم مسلم؟ 2 مليار. يعني نسبتهم كم في العالم؟ ربع. فإن ربنا يختصك تكون من الربع ده مبدئيا كده. هو دي النعمه بقى فين دلوقتي؟ خلينا نظلمك بالحقيقه دي بقى. عارف ده معنى ايه؟ ان احنا نيجي يوم القيامه في الجيل بتاعنا، انا ما بتكلمش على عمر الارض، في الجيل بتاعنا من كل 4 3 هيخلدوا في النار. اعوذ بالله. وواحد هينجو من الخلود، يعني ممكن يدخل النار اولا ثم يخرج الى الجنه. انما في الاخر في جيلنا، في الجيل اللي احنا عايشين فيه ده على الكره الارضيه، هيجي يوم القيامه من كل 4 3 هيخلدوا في النار وواحد هينجو. وحضرتك كنت الواحد ده. انت شفت النعمه دي قبل كده؟ يعني شفتها بالقدر ده؟ طب خد المفاجاه، هو ده مش قدرها. امال قدرها فين؟ قدرها جه في حديث يقال لآدم يوم القيامه اخرج بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول الله من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. دي النسبة بقى لو فتحنا السكيل اللي هو منذ الخليقة، بداية الخليقة إلى لغاية النهاية. نسبتك 1 في 1000. شفتها؟ حد شاف النعمة دي قبل كده بالمشهد ده؟ فإحنا في غفلة. هو ده معنى إن إيه بقى؟ إن بداية إنك تصحى إنك تشوف ده. فده ملاحظة النعمة. التانية مطالعة الجناية. مطالعة الجناية اللي هو بقى مع النعمة اللي بينعم عليك بيها دي، طب انت احوالك ايه؟ وخلينا نديك مثال واحد برضو. تخيل ان في واحد انت بتنعم عليه. انت استاذ هلال عندك واحد تحت مثلا فقير تحت البيت هنا، فالناس لو طالعه بتديله حاجات، ماشي؟ مفيش يوم بيعدي غير وانت ايه بتغدق عليه من مالك، من اكلك، من ماشي. وجيت في يوم نزلت فقلت له ايه، انا والله بتضايق لو لقيت المكان مش نظيف ولا بتاع مش ايه. فلقيته اول ما قلت له كده راح ماسك الزباله رميها في مدخل عمارتك. شعورك ايه ناحيته ده؟ احنا ليل نهار بنعمل ده مع ربنا سبحانه وتعالى، ولله المثل الاعلى. ليل نهار ربنا وتعالى احنا عايشين في نعمه سبحانه وتعالى، ويغدق علينا من النعم ليل نهار وسحاء الليل والنهار الى اخر يعني الكلام ده. احنا بنقابل ده بايه؟ لا تعالى بقى خد الكبيره بقى، ان احنا بنعمل ده بنعمه. بنعمل ده بنعمه. يعني الراجل اللي تحت بيتك ده بتديله فلوس وبتقول له مثلا ايه، بس انا ما بحبش الصوت العالي. راح واخد الفلوس منك واشترى بيها ستيريو وحاططه لك قدام بلكونتك
ومعلي على الاخر بفلوسك اللي انت اديتها له. فاحنا بنعمل ده مع ربنا ليل نهار. فانت اللي بدايه اليقظه، بدايه الصحيان، الفوقان، انك تشوف ده، تشوف النعمه الاول، تشوف النعمه يعني يعني لو في يعني نصيب ده، يعني الشكر ده معنى كبير جدا برضه في الشرع، كبير جدا، بس مش وقته دلوقتي. وتشوف جنايتك على حقيقتها. المعنى الثالث بقى، وده اللي انا يعني عاوزين يعني نختم بيه، لان هو ده علاقه الغفله بالوقت. قال بقى الهروي، قال: والثالث الانتباه لمعرفه الزياده والنقصان في الايام. لا ايه بقى هو عاوز يقول ايه؟ بيقول لازم انك تنتبه لمعرفه الزياده والنقصان في ايامك. يعني ايه؟ يعني النهارده يوم عدى، انت امجد، انت هلال، زدت في اليوم ده ولا نقصت؟ يعني السؤال دلوقتي الموجه انه مين فينا بيجي ينام كده بالليل، يجي يحط راسه على المخده فيؤرقه المعنى ده؟ كسبان ولا خسران؟ انا اليوم ده شكله ايه؟ يعني ما هو ما المعنى كبير. يعني معنى ان اليوم ده هو ورقه في صحيفتك، يعني في كتابك يوم القيامه. فانا كسبان ولا خسران؟ انا النهارده طالع ايه ولا يعني؟ فلازم ننتبه لده. الزياده والنقصان في يعني مهم. ازاي يعني؟ ازاي ننتبه؟ هو طبعا قاعد يقول بقى ايه: والتنصل عن تضييعها والنظر الى الظن بها ليتدارك فائتها ويعمر باقيها. ده ما يعنينيش قوي، لكن اللي يعنيني بقى ازاي هنتبه للزياده والنقصان من الايام في الايام. قال ايه بقى؟ واما معرفه الزياده والنقصان في الايام فانها تستقيم بثلاثه اشياء. هو ده خلاصه الموضوع كله: بسماع العلم، واجابه دواعي الحرمه، وصحبه الصالحين. عايزين يتكتبوا دول عشان احنا هنا بدأنا نتكلم في العلاج كده. خلاص احنا بنختم. خلينا نمسك سماع العلم دي مثلا. كان في واحد مثال بيقول ايه: اني لا اعرف 70 خصله من خصال الخير لا اجد في نفسي واحده منها. ماشي كده؟ فلو سألتك تقدر تعد لي دلوقتي 70 خصله من خصال الخير مش فيك؟ لا مش فيك، يعني مش 70 خصله فيك، لا تقدر تعد لي 70 خصله من خصال الخير مش فيك. صعب جدا جدا جدا. ليه؟ عشان خصال الخير كلها فينا؟ لا، عشان احنا مش عارفينها اصلا كلها. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بنخسر واحنا مش عارفين احنا بنخسر، لمجرد ان احنا مش عارفين احنا ايه الحاجه اللي بنخسرها. مش عارفين بنخسر ايه. اديك مثال موجود في التراث بتاعنا عشان نفهم الصوره دي. ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر كان لما يلاقي جنازه يصلي عليها ويمشي. ماشي؟ يعني ما يتبعش الجنازه الى ان يفرغ منها، ما كانش يمشي وراها. وبعدين سمع حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازه كتب له قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها كتب له قيراطان. فقال ابن عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون، كم ضيعنا من قراريط. هنا ابن عمر كان في كل جنازة بيخسر ومش عارف إنه بيخسر. ده اللي احنا فيه. احنا بنخسر ومش عارفين إن احنا بنخسر. فأول العلاج سماع العلم. سماع العلم، لازم تعرف خصال الخير، لازم. فليه؟ علشان انت انت يعني بتقيس نفسك على ايه؟ ما هو انت ممكن يكون مثلا وانا داخل عندك ممكن يبقى في سنن للضيف انا ما اعرفهاش. انا النهارده ضيف عندك، فانا في سنن كان المفروض اعملها ما اعرفهاش فما عملتهاش، ففاتني ثواب. وفاكر ان انا النهارده يومي متقفل وانا طالع فايتني كتير، فايتني مش بس مش عارف. خلي بالك انا مش بتكلم على انك عارف وما بتعملش، مش عارف اصلا ايه اللي فايتك. وانت استضفتني، فكان في سنن المفروض انت تعملها كمستضيف وما تعرفهاش فما عملتهاش ففاتك. من اين اوتينا الجهل؟ مش عارف. فازاي اجي اقول لك بعد كده انت النهارده كسبان ولا خسران؟ السؤال ملوش محل اصلا. طب ايه الحل؟ يعني إيه؟ سماع العلم. اول حاجه سماع العلم. يعني سماع العلم بقى يعني انت فين من العلم الشرعي؟
انت الدنيا انت مش انت يعني كلام ولي وانا والله ده انا اول واحد في المخاطبين. فالدنيا ربنا يصلح حالنا. الدنيا واخدانا جدا، وبننفق اوقات كتيره في طب فين العلم؟ فين خصال الخير؟ عندك يعني عشان بقى ما نفتحش الدنيا على الناس، عندك كتاب رياض الصالحين مثلا، عندك كتاب الترغيب والترهيب، حاجات بتقول لك خصال الخير اللي في الدنيا اللي تحصلها. فلازم تسمع العلم، النوع ده من العلم. النوع ده من العلم بيعمل حاجتين. اول حاجه بينفي عنك اصل الجهل، اللي هو خلاص عرفت خصال الخير الحمد لله. الحمد لله. في بقى تركه تانية، تطبيق وتركه للشيطان، انه بيعرفك حاجه اسمها المفضول والفاضل. بيعرفك حاجه اسمها المفضول والفاضل. يعني ايه المفضول والفاضل؟ يعني انا عرفت خصال الخير، طب يلا اكتب لي جدول بقى خصال الخير اهي، 1 2 3 4 5 6. ليهم ترتيب. عارف ليه؟ لان الوقت مورد نادر. عشان كده الصحابه قالوا ما احب الاعمال الى الله. افتكرتها. يبقى معنى كده ايه؟ لو انا جيت في الجدول ده وانشغلت برقم 10 انا كسبت، انا كسبان طبعا، كسبان ثواب وكل حاجه، بس لو كنت اشتغلت برقم 1 كان احسن لي، كنت كسبت اكتر. طب هتسمي نفسك كسبان ولا خسران في اليوم؟ يعني اقعد بقى افكر فيها كده. يعني طب كده قفلتها. يعني هتسمي نفسك، طب بلاش يعني عشان برضو نحس دي فلوسك. انت راجل معاك المليون جنيه بتوعك، وبعدين نزلت التاجر بيهم، فنزلت التاجر بيهم فحطيتهم في تجاره، المليون بيجيبوا لك في الشهر 100,000. وبعد ما اشتغلت العجله راح جه واحد صاحبك قال لك طب يا ابني ما قلتليش ليه؟ ده انا عندي تجاره كان المليون هجيب لك 200,000. خلي بالك انت كسبان 100,000. من اللحظه هتبتدي تحس جواك بايه؟ خسران 100,000. صح. صح. ما بتعملش كده ليه مع الوقت؟ ليه ما تعملش كده؟ طب يعني انا برضو يعني في حته هنا زي مثلا ترتيب العبادات او ترتيب الاعمال الفاضله. لو انا عرفت ان فرضا هم 10، يعني نتكلم في 10 اعمال، وانا عارف ان انا دلوقتي بعمل رقم 10، لا فانا هطلع على رقم 5، انا هطلع على رقم 1. طب انا مجرد ما عرفت رقم 1 هفضل ثابت عليها طول عمري ما اعملش حاجه تانية؟ سؤال جميل جدا. ما هو كده لازم يبقى يكون في نوع. سؤال جميل جدا. السؤال ده بقى يعني برضو اجابته متشعبه، لكن خليني الخصها في دقيقه او دقيقتين. المفضول والفاضل ده بيختلف بحاجات كتير جدا. يعني بيختلف على حسب الشخص، وعلى حسب الحال، وعلى حسب الموسم، وعلى يعني المفضول قد يكون فاضلا في وقت، والفاضل قد يصير مفضولا في وقت او لشخص. مثال عشان ما نبقاش برضو بالنظر، الاستغفار افضل ولا التسبيح؟ السؤال غلط، تريكي يعني كعادة اسئلتي كلها وانا السؤال غلط. انا قاعد افكر هرد اقول لك ايه. يعني هو السؤال برضو ايه يعني في يعني شيخ الاسلام سأل السؤال ده، ابن تيمية سأل السؤال ده، يعني الاستغفار احسن ولا التسبيح؟ ايهما افضل؟ ورد اجابه فهو رد عجيب جدا. ماشي. يعني ممكن بقى الناس بقى تجوجل على الرد بتاعه، لكن هو معنى الرد انه الثوب اذا كان وسخا فما ينفعه العطر او حاجه زي كده. يعني الاستغفار افضل ولا انت حالك انت؟ يعني انت راجل مثقل بالذنوب فالثوب وسخ، مش هقول لك حط بقى عليه برفان وروح اغسله. وقال له تقريبا ان الثوب الوسخ احوج الى الصابون منه الى الطيب، يعني حاجه شبه كده يعني. يعني اقصد اقول ايه، هنا مش مفضول. هو ممكن يصير التسبيح فاضل لواحد، فاضلا عند شخص ومفضولا عند شخص. صح. فهي الاجابه هنا لا، الاجابه مش مين اللي هيسبح ومين اللي هيستغفر. اقصد اقول السؤال بتاع خلاص هفضل في رقم 1، فهو الاجابه مش كده يعني، مش ما هياش يعني لا، هو الاجابه حاجات كتير قوي بتؤثر على الفاضل والمفضول. ممكن يكون الوقت ما انا بقول لك كده. يعني مثلا الساعه 2 الفجر 2 بالليل انت بتصلي صح كده؟ طيب الساعه يعني لو قلنا مثلا الفجر مثلا بيدن 5، فالساعه 5 ل 10 استغفار، انت بتستغفر. فهنا شوف فهي محتاجه علم. دي محتاجه علم. خد بقى المفاجاه دي، ان الشيطان اخر حاجه يعني يئس منك في كل حاجه، يشغلك بالمفضول عن الفاضل. يجي يوسوس لك يعني يجي يوسوس لك الساعه 2 الفجر كده يقول لك اقعد استغفر.
ايوه هو يئس بقى خلاص، يعني يقول لك يا الشيطان الاول يحاول يوقعك في الكفر، قدر خلاص رمى طوبتك. ما قدرش يقول لك يوقعك في بدعه، ما قدرش في كبيره، ما قدرش في صغيره، ما قدرش، شوف الغفله هتظهر معانا، يشغلك بالمباح. يشغلك بالمباح، تبقى قاعد في ولا حاجه، بتعمل ايه ولا حاجه. المباح ده خطير جدا، عارف ليه؟ لانك هتيجي، هو ده الغفله بقى اللي احنا بنتكلم عليها، هتيجي تقول لفلان يا فلان اتق الله، يقول لك هو انا بعمل حاجه حرام، عارف ايوه طبعا. فاهم؟ لا انت ما بتعملش حاجه حرام، انت فعلا ما بتعملش حاجه حرام، بس بتخسر. انا عمال، انا مركز جدا ايه، انت قاعد قدام ايه، راجل دكتوراه في الاقتصاد، انا مش كده طبعا، بس يعني ايه، انا بلبس قبعه الاقتصاديين عشان تشوفها، يعني عشان الناس تشوفها. موردك اللي هو المال، هات فلان ده اللي يقول لك انا بعمل حاجه حرام وكده وبيتخن صوته ساعتها، قول له لا انت ما بتعملش حاجه حرام، بس انت اللي بتعمله بالظبط انك معاك فلوس مليون جنيه. مش عارف مليون جنيه ده عليك هسيبهم معاك، ما يمكن يبقى بشرة خير، هسيبهم معاك يا رب، ولا كده تبقى خسرت عشان بس مش تقول مليار. معاك فلوس، وبعدين رحت واخد الفلوس دي، نزلت اشتريت بيها بلالين، مليون جنيه اشتريت بمليون جنيه بلالين. الناس هتبص لك ازاي؟ سفيه. خلي بالك انت مش حاجه حرام. صح كده، مش حاجه حرام. ايوه بس موردك، المورد اللي في ايديك ده المليون جنيه، انت رحت رميتهم في الارض. صح. فده مدخل من مداخل ابليس اصلا، انه يشغلك بالمباح. ما قدرش يشغلك بالمفضول عن الفاضل. انت متخيل يجي ابليس يوسوس لك بطاعه، يعني أيوة. يا فلان يعني يجي لك قبل الفجر ب10 دقايق يقول لك يا عم تكمل صلاه. ده وقت استغفار. يعني دي بقى مين ينجو منها؟ لا ده واحد عنده علم. سماع العلم، شوف بقى هنا يظهر تاني اهو سماع العلم. عشان تعرف احنا نعرف احنا بننقص ولا بنزيد في الايام. وخلي بالك هرجع لكلمه انت اللي قلتها بلسانك، ان انا هعتبر نفسي بخسر في الشهر 100,000 جنيه مع اني بكسب 100,000 جنيه. لان انا انشغلت بحاجه كنت ممكن انشغل باحسن منها.